بيبدأ الفيلم في مهمة قبل 15 سنة، وبيجي تليفون لواحد اسمه مات وبيأمره ينفذ العملية، وبينادي على حبيبته إيميلي عشان لازم يتحركوا. وبيكون مات وإيميلي متكلفين بعملية مهمة جدا من المخابرات المركزية، وده صاحبهم ورئيسهم تشاك، وبيكون معاهم على التليفون ومتابع تحركاتهم، وبيزودهم بكل المعلومات اللي هيحتاجوها، وبيعرفهم بأنهم في عيد ميلاد طفلة، والطفلة دي أبوها اسمه غور، ضابط استخبارات سابقا لكنه من أخطر الإرهابيين في شرق أوروبا، ومن الأحسن يختفوا من وشه عشان العملية تخلص. وبيسألهم تشاك ليه ماسكين ايد بعض، فبيعرفوا انهم بينفذوا المهمة وان مفيش بينهم اي حاجة ممكن تفسد الخطة. واول ما ايميلي بتشوف غور بترش حاجة على ايدها وبتروح تسلم عليه وبتقول له ان بيته حلو قوي، وبكده قدرت تاخد بصماته. وبيطلعوا على الخزنة بسرعة وبتقدر تشف البصمة وبياخدوا المفتاح، وده عبارة عن مفتاح صناعي بيتحكم في محطات وسدود ومفاعلات نووية، وغور عاوز يستخدمه في كارثة هتسبب خسائر كتير، ولكن الانذار بيضرب والمطاردة بتبدأ. وبيقول لهم تشاك يهربوا من الباب الخلفي ويتحركوا للمكان اللي هيقابلوا فيه واحد اسمه بارون، وده تبع الاستخبارات البريطانية. وبيطلب تشاك من إيميلي ما تعرفش بارون اي حاجة عن المفتاح، لانهم مش بيثقوا في اي حد، لان بارون يبقى حبيبها القديم. ولما بيركبوا الطيارة بتعرفوا إيميلي انها حامل منه، واتأكدت من الحمل بعد ما عملت كذا اختبار، ورغم ان علاقتهم لسه جديدة بيعرفها انه مش هيتخلى عنها ولسه هيحبوا في بعض. نفسها بتغم عليها وبتجري على الحمام، بس بيقول لها انه مقفول ومش هينفع يفتح الباب، فبتحس انهم في خطر. ولسه بتقول لمات بيرفع عليها المسدس وبيهدد مات وانه ممكن يقتلها لو ما ادالهوش المفتاح، وفعلا بيرمي له علبة المفتاح والضرب بيشتغل، وهو بيضرب وهي بتضرب والمناوشات بتكتر لحد ما طلقة بالغلط بتيجي في راس الطيار، وللأسف بتقع بيهم. وساعتها إيميلي بتلبس المظلة وبينطوا من الطيارة، ولما بينزلوا بيقول لها مات انهم مش هينفع يكملوا في الشغل ده لانهم في انتظار المولود، وان كل الناس هيفتكروهم ماتوا بسبب الطيارة اللي وقعت، وبكده يستغلوا الفرصة دي ويختفوا. وبيعرفها انه ملهوش اسرة وان ده بالنسبة له عادي، لكن إيميلي عندها والدتها وكده لازم تنهي علاقتها بيها، وبيكون مش فارق لها لان علاقتها بوالدتها مش احسن حاجة. وبتسأله لو هيطمن صاحبهم تشاك عليهم، لكنه بيقول لها ان حياة طفلهم اهم، وبيتفقوا انهم يبدأوا حياة جديدة. وفي اليوم الحاضر بعد 15 سنة بنشوف الزوجين وهم مع بعض والدنيا زي الفل، وبيكون معاهم أليس وليو وهم في طريقهم للمدرسة. بتقول إيميلي لبنتها تجيب صحابها ويذاكروا في البيت، بس بترفض وبتعرفها انها هتروح تذاكر عند صاحبتها. وبعد ما بيوصلوهم بيشوفوا بنتهم أليس وهي مع واحد، فبيخافوا على بنتهم جدا لانها صغيرة وعندها 14 سنة. وبعد شوية لما بتروح إيميلي بتسمع صوت رسائل كتير بتتبعت على اللاب بتاع أليس، وفعلا بتفتحه وبتشوفها وهي بتكلم صاحبتها وبتقول لها تجيب المشاريب وانهم مستنيينها، وبيعرفوا يحددوا مكانها وبيروحوا بسرعة. وبتكون أليس في مالها ليلي وبيدخلوا يدوروا عليها، وبيكونوا مستغربين ازاي طفلة عندها 14 سنة دخلت مكان زي ده. واول ما بيشوفوها بيطلعوا عشان ياخدوها، وبيطلبوا من صحابها الولاد يبعدوا عشان يمشوا، لكنهم بيرفضوا وبيتريقوا على مات وإيميلي وبيصوروهم. وساعتها الضرب بيشتغل وبيكسروا الدنيا، وبياخد مات التليفون من واحد بيصور وبيمسح الفيديو وبيمشوا. ولما بيروحوا بتقول له إيميلي انها اتبسطت بالاكشن والحماس اللي حصل لانهم ما عملوش كده من وقت طويل، وبتعرض عليه يلعبوا رياضة او يرجعوا يعملوا حاجات زي زمان، لكنه بيرفض عشان حماية الاولاد وانهم سابوا الشغل ده من زمان. بس بتكون إيميلي عاوزة تحس بمتعة الحياة بدل حياتهم المملة دي، فبيلعبها بوكس وبيفتكروا ايام الشقاوة. وتاني يوم صاحبهم تشاك بيروح لهم وبيوري له فيديو على يوتيوب لما كانوا بيتخانقوا في المالها ليلي، وبيقول لهم طالما قدر يوصل لهم بسهولة فاعدائهم اكيد قريبين منهم. فبيعرفوا مات ان عدى 15 سنة وكل حاجة اتغيرت، ودلوقتي بيصمموا لعبة ووردل وبيبيعوها. فبيقول لهم انه عاوز المفتاح وانه فتش مكان الحادثة والجثث وملقاهوش، لكنهم بيقولوا له ان المفتاح مش معاهم، وبيفكرهم ببارون وان هو اللي سلمهم للعصابة، وكمان بيحذرهم من غور لانه عاوز ياخد بطاره منهم وياخد المفتاح ده، غير الوكالة المركزية لو عرفوا انهم لسه عايشين هيتم اعتقالهم. ولسه بيقول لهم انه لازم ينقلهم من هنا، بياخد رصاصة وبيموت. وبيكون في رجالة كتير بسلاحه بيضربوا عليهم نار، فبينزلوا الجراج وبيطلعوا لهم عربية فاضية وهم بيهربوا بالتانية، وبيكونوا رايحين ياخدوا عيالهم من المدرسة قبل ما حد يتعرض لهم. وساعتها بيصرح مات ان المفتاح معاه،
وانه لما حس بالخطر شاله في شنطته عشان المفتاح الحاجة الوحيدة اللي هتأمنهم، والمفتاح حاليا في انجلترا ولازم يروحوا يجيبوه ويسلموه للوكالة المركزية عشان تحميهم. وفجأة العصابة بيقربوا منهم وبيكسروا الازاز وبيكونوا هيقتلوهم، فبيحط مات منتوس في ازازة الكولا وبيرميها في عربيتهم، والازازة بتضرب في وشهم والعربية بتتقلب، وبيكونوا مبسوطين من اللي حصل وبيروحوا ياخدوا ولادهم من المدرسة وبيروحوا على المطار بسرعة. وساعتها بيفهموا ولادهم انهم طالعين رحلة وهيزوروا جدتهم، فبيستغربوا لان ايميلي قالت لهم ان والدتها متوفية، فبتعتذر لهم انها ما كانتش تعرف ان والدتها عايشة. ولما بيركبوا الطيارة بيطلب منها مات ما تعرفش الولاد اي حاجة لانهم مخبيين حقيقتهم 15 سنة، فهتيجي مشكلة بسيطة تفضحهم. وبعد شوية بيوصلوا مطار لندن وبيكونوا مخبيين وشهم من الكاميرات، وهم بيمشوا من هنا بيوصل بارون من هنا، وبيكون في واحد بيراقبهم في الاتوبيس وبيتصل بغور وبيعرفوا على مكانهم، وبيأمروا يفضل وراهم ويخلي باله قبل ما يهربوا منه. لكن بياخدوا بالهم وبينزلوا في اول محطة وبيسرقوا عربية، بس بيقولوا للاولاد انها ايجار. وهناك في المطار بيكون بارون بيراجع الكاميرات وبتتعرف الشرطية على مات وايميلي، وبيكون بارون عاوز يوصل لهم عشان المفتاح لانه فاكرهم عاوزين يبيعوه. وفي هذا الوقت بيكون مات والاسرة في الاستراحة وبيروحوا الاولاد يشتروا اكل، وبيكونوا مستغربين من اسمائهم في جوازات السفر. وبره مات بيقول لايميلي ان قدامهم ساعة على بال ما بارون يفحص الكاميرات، وعلى بال ما يتبعوا سير العربية يكونوا اخدوا المفتاح وهربوا. لكن غور وبارون بيقدروا يحددوا مكانهم لان ليو مشغل الواي فاي وهم مراقبين تليفوناتهم. وفجأة بيوصل فريق من رجالة غور وبيحاصروهم من هنا، والضرب بيبدأ من هنا، وبيكونوا ولادهم مش مصدقين اللي بيحصل وبيقدروا يخلصوا على افراد العصابة وبياخدوا ولادهم وبيمشوا بسرعة. ولكن وهم ماشيين بيشوفوا بارون وهو رايح لهم ومعاه عربيات الشرطة، فبيمشوا بسرعة. وساعتها مات بيضرب نار على الشاحنة عشان يعطل الطريق، وفعلا بيهربوا هم، وبارون والشرطة بيتعطلوا وبيفضلوا ولادهم يسألوهم ليه بيقتلوا الناس وبيفتعلوا المشاكل. فبيقول لهم مات ان هو وايميلي كانوا عملاء في الوكالة المركزية لكنهم سابوا الشغل من بدري، واللي كانوا بيطاردوهم دول ارهابيين او مرتزقة. فبيعترف لهم ليو انه كان فاتح جوجل عشان يعرف هم مين، وعشان كده العصابة قدرت تحدد مكانهم. فبيشغل النت وبيرمي التليفون عشان يشتت انتباه العصابة ومحدش يعرف يوصل لهم. وبعد شوية بيوصلوا لبيت ايميلي وبتعرفهم ايميلي ان والدتها كانت برضو عميلة استخباراتية وعشان كده معاها فلوس وعايشة في قصر كبير. وبتشوفهم جيني وبترحب بيهم وبتقول لهم ان الولاد كبروا على الصور اللي كان بيبعتها لها مات. فبيفهم ايميلي قبل ما تنكد عليه انه بعت لها الصور من دول مختلفة عشان محدش يتبع مكانهم، وانه كان لازم يعمل كده عشان يطمنها على بنتها واحفادها. ولما بيدخلوا بينبهروا الاطفال بنظام القصر وبتعزمهم جيني يرتاحوا شوية، لكنهم بيكونوا مستعجلين ولازم يمشوا بسرعة. فبيدخل حبيب تيتا نايجل وبتعرفوا على ايميلي والاسرة وبيطلبوا منه ياخد الاولاد جولة في القصر. ووقتها ايميلي ومات بيحكوا لجيني كل اللي حصل، فبتعاتبهم لانهم عاوزين يسببوا لها مشاكل، بس بتقول لها ايميلي انها حاولت طول الوقت تبعد عنها عشان ما تبقاش زيها، لان لازم ترعى اطفالها وما تبقاش مرتبطة بحاجات تانية. فبتقول لها جيني ان بعد كل ده بنتها بتكرهها، فبتعرفها ايميلي انها هتقدر تتعايش مع كره بنتها ليها لكنها مش هتقدر تتعايش مع كرهها لجيني، وان ايميلي مختلفة عن مامتها لانها فضلت اسرتها على اي حاجة تانية. وبتكون سامعة أليس كلامهم، فبتقول لها مش مهم كل اللي عملتيه، الفكرة ان كرهت امي وانت كرهتيني وهي بنتك بتكرهك، وان جيني مش عاوزة منها حاجة، هي عاوزة تفضل مع احفادها شوية لان بعد المصيبة اللي هم فيها ممكن ما تشوفش الاولاد تاني. وفي الوقت ده بنشوف بارون وهو بيدور على مات وايميلي وبيشوف قصر جيني وبيفضل يفكر ايه علاقتها بايميلي، وبيأمرها تبعت 3 فرق يدوروا في نفس المكان ده. وبيتصل بواحد وبيقول له انه هيبعت له المعلومة اللي وصل لها لكننا مش بنعرف مين ده. وبعد شوية بيوصلوا مجموعة وبيهجموا على القصر وبيدخلوا بكل سهولة، وبيكون ايميلي ومات بيجيبوا المفتاح وبتقرا الورقة اللي كاتبها لها مات لما سرق المفتاح اثناء العملية زمان، وبيتأسف لها على اللي عمله، هو بس عاوز يحميها هي واللي في بطنها وبيطلب منها ما تسيبهوش. وهم بيتكلموا بيسمعوا صوت فبيطلعوا بسرعة، ولما بيدخلوا من الباب الخلفي بيلاقوا جيني ونايجل مربوطين، فبيفكوهم وبيطلعوا يدوروا على ولادهم لكنهم بيتحاصروا، فبيطلعوا لهم المفتاح وانهم هياخدوا المفتاح بس يبعدوا عن الاولاد. فبيطلع تشاكو بيقول لهم طب مش كان من الاول، وبيكونوا
وبيكونوا مستغربين انه لسه عايش، وبيعرفهم انه عمل كده عشان يقدر يوصل للمفتاح، وبيكون تشاك هو السبب في كل المصايب دي من البداية، وان بارون ما كانش بيشتغل مع غور كان بيراقبه، وكان لازم يشوهوا سمعته عشان محدش يلجأ له، وعشان هم اعتزلوا الشغلانة من بدري ففي حركات اصطناعية بتتعمل لذيذة، وكده قدر يخدعهم بكل سهولة. فبيديله مات المفتاح وبيطلب منه يبعد عن الاولاد، وبيوصلوا المفتاح وبيتأكدوا ان هو تمام، وبيقول لهم انه عمل كده لان رجالته اتخطفوا في الطيارة بسبب المفتاح وتم استبعاده من الوكالة وخسر شغله وبيته، وكل ده بسببهم. وفي هذا الوقت بتتسحب جيني وبتطلع السلاح من المطبخ وبتنزل ضرب في افراد العصابة، وبيكون تشاك عاوز ينتقم منهم عشان دمروا له حياته، لكنه مش بيلحق لان جيني خلصت على نص رجالته. فبيسمعوا الضرب ولسه الاكشن هيبدأ، بيهددوهم بولادهم وانهم مش عاوزين منهم حاجة بس يسيبوهم يمشوا من هنا، وفجأة واحد بيضربهم وبنشوفهم وهم واخدين الاطفال وماشيين، وبيركبوا الطيارة اللي مستنياهم وبيهربوا. وبعد شوية لما بيفوقوا بيروحوا يراجعوا الكاميرات، وبياخد باله مات من الخاتم اللي في ايد ليو، وبيحددوا مكانهم وبيكونوا موجودين في متحف. وبعدها بنشوف ايميلي ومات وهم قدام المتحف وبيرموا الاسلحة اللي معاهم عشان يقدروا يعدوا من التفتيش. وبنشوف تشاك وهو بيكلم غور وبيقول له لو ما جتش في ميعاد التسليم المفتاح هيروح لصاحب نصيبه. وتحت بيكون مات وايميلي بيدوروا على ولادهم، وبيكون مع تشاك الناس اللي هيشتروا منه المفتاح، وبيقول لهم انه يقدر يتحكم في اي حاجة بتكة زرار، وبيأمر البنت اللي معاه تفصل محطات الكهرباء اللي في لندن كلها. فبيفهم مات ان تشاك بيجرب المفتاح، وساعتها بيشوف رجالة تشاك وهم في الاسانسير فبيطلعوا معاهم وبيبدأ الضرب. وفي هذا الوقت بيقول لهم تشاك انه مش بيبيع لهم حاجة عادية، هو بيبيع شيء بيتحكم في اي حاجة هم عاوزينها. وهناك الرجالة بتقف طابور وكله بياخد نصيبه ضرب، والمعلم تشاك بيولع المزاد وبيفضلوا يزيدوا لحد 250 مليون دولار. وتحت بيوصل بارون وبيكون هيقبض على ايميلي ومات، فبيطلبوا منه يقبض عليهم بس بعد ما ينقذوا ولادهم. فبيعرفهم لو ملهمش علاقة ببيع المفتاح مش هيقبض عليهم اصلا. وبيطلعوا لتشاك والضرب بيشتغل، لكنه بيهرب وبياخد الاطفال معاه، فبيطلعوا يجروا وراهم، لكن رجالة غور بيطلبوا منهم المفتاح. وفجأة جيني بتشغل السلاح، وساعتها بياخد مات وايميلي الموتوسيكلات وبيروحوا ينقذوا الاطفال. فبيتصلوا بغور وبيقولوا له ان موتوسيكلاتهم اتسرقت، فبيبعت لهم قوة كبيرة من الرجالة، وهوب بتحصل مطاردة فظيعة في وسط البلد. وبعد كل المناوشات دي بتنزل ايميلي تاخد المركب، ووقتها بيتصل تشاك بالبنت اللي معاه وبيطلب منها تفتح الحاجز وتمشي بسرعة، لكن بيشوفها نايجل وهي بتركب العربية وبيكون شافها في القصر مع تشاك، فبيهجم عليها بالعربية وكأنها حادثة من غير قصد، وبيقدر ياخد المفتاح. وساعتها بتطلب منه جيني يقفل الحاجز قبل ما تشاك يهرب بالاطفال، بس مش بيعرف وبيفضل يدوس على اي حاجة. وهناك ايميلي ومات بيقدروا يوصلوا لتشاك وبيهجموا عليه هو ورجالته، وبيقدروا يسيطروا على الموقف. وبعد معاناة بيقدر نايجل يقفل الحاجز، وساعتها بيرموا الاولاد في البحر وبيضربوا تشاك وبينزلوا بسرعة. واول ما المركب بتقرب من الحاجز بتنفجر، والشرطة بتوصل وبيتم انقاذ الاسرة، والدنيا بتبقى زي الفل، وكل واحدة بتحضن والدتها. وبيرجع موسم عودة العلاقات، وبتكون أليس اتغيرت وفهمت ان اهلها بيحبوها وبيخافوا عليها، وبيرجعوا لحياتهم وبيباركوا لبنتهم بالفوز. فبتستأذن أليس من مامتها انها تروح تذاكر عند صاحبتها، فبتقول لها بصي مش محتاجة تكدبي، لو عاوزة تخرجي مع اصحابك فما عنديش مشكلة، لكنها بتعرفها انها فعلا رايحة تذاكر عشان فاتهم دروس كتير. وبتطلب منها يوم الاتنين يجتمعوا ويسمعوا فيلم عائلي لذيذ. وبتستغرب ايميلي لان بنتها كانت بتكرههم، بس بتتبسط بالتغيير وبتوافق طبعا. فبتسألهم جيني ليه مش بيقضوا حبة وقت لوحدهم، وانهم ممكن يخلوا بالهم على ليو وهم ياخدوا اجازة لانهم من زمان ما خرجوش لوحدهم، وبيكونوا مبسوطين جدا ولسه هيحتفلوا بانبساطهم بيلاقوا في محرم في النص. انتوا بتهببوا ايه؟ وبيصدمهم بارون بان جثة تشاك مش موجودة، يعني ممكن يكون عايش وتحصل مصايب تاني. فبيطلب ايميلي تساعده وبيكون عاوز يجند والد ايميلي، فبيستغرب مات وبتقول له هو انا ما قلتلكش حاجة عن والدي؟ وبيخلص الفيلم بدون اي مشهد خارج، وبيعيشوا الابطال بامن وسلام. وبس كده الفيلم يكون خلص. مستني رأيك في الكومنتات، ويا ريت تعمل لايك وتشترك في القناة، واكتب لي في الكومنتات لو عاوزني ألخص لك فيلم معين. أنا مؤمن محمد، أشوفكوا على خير والسلام.